ال PTT partial thromboplastin time، زمن الثرومبوبلاستين الجزئي وعلاقته باللوبس انتي كواجولانت. هو ليه بيحصل prolonged time لل PTT للناس اللي عندها لوبس انتي كواجولانت؟ قال لك ركز معايا. اولا اللوبس انتي كواجولانت ده ليه اسم تاني اسمه انتي فوسفوليبيد انتي بوديز. تعال افهمك هو ايه بكل بساطه. قال لك ده تحليل بنعمله للست اللي بيحصل لها اجهاض بشكل متكرر، الست تحمل يحصل لها ابورشن. ليه؟ قال لك لان بيتكون عندها جلطات. طب الفكره ايه؟ الفكره ان الجسم بيطلع ليه انتي بوديز كتيره جدا ضد الفوسفوليبيد. طيب الفوسفوليبيد دي موجوده فين؟ قال لك موجوده على السيرفيس، على سطح الخاص بالبليتلت. يبقى الفوسفوليبيد موجود على سطح الصفائح الدمويه، وبالتالي لما الجسم يطلع ليا انتي بوديز كتيره جدا هيحصل ايه؟ قال لك هيحصل تجمع للبليتلت، هيزيد عمليه الاديهيشن والاجريجيشن، وبالتالي هيتكون عندي جلطات. جميل؟ ركز بقى معايا. انا دلوقتي عاوز اعمل تحليل بي تي تي. اول حاجه بعملها بطلع الرياجنت المحلول بتاع البي تي تي بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون اصلا من فوسفوليبيد. يا نهار ابيض. بالتالي لو انا اشتغلت تحليل بي تي تي لحاله لوبس وايجابي، سواء بقى انا عارف ان هي ايجابي او مش عارف، ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيحصل عندي prolonged بي تي تي. طب ليه هيحصل زياده للبي تي تي؟ قال لك لان الانتي بوديز الموجوده هتمسك في الفوسفوليبيد اللي موجود في المحلول ومش هيتم عندي التفاعل. هنا لو انت متعرفش ان هو مريض لوبس هيبقى عندك مشكله. هل البرولونجد او زياده البي تي تي نتيجه لديفكت في الانترنسيك او كومن باسواي، ولا نتيجه لوجود اللوبس؟ قال لك بص احنا هنحل المشكله دي بكل بساطه. ركز معايا. احنا هنعمل ميكسنج ستادي. هنعمل ايه؟ ميكسنج ستادي. ازاي؟ قالك هتجيب شخص سليم ما عندوش اي حاجه وتسحب له عينه بي تي تي وتفصل البلازما، وتاخد من البلازما دي ايكوال 100 مايكرون او 200 مايكرون او 300 مايكرون من بلازما الشخص السليم، وتجيب انبوبه فاضيه وتحط ال 300 مايكرون اللي انت خدتهم في الانبوبه، وتجيب 300 مايكرون من الشخص اللي حصل له برولونجد اللي هو الشخص اللي احنا بنعمل له التحليل، وتعمل ميكس للبلازما بتاعت الشخص السليم والشخص المريض، وتعيد التحليل مرة تانية. يلا نعمل انتربريتيشن، نفسر النتيجة اللي هتطلع. قالك بص يا سيدي، لو طلعت النتيجة طبيعية يبقى المشكلة عندي ايه؟ قالك المشكلة هنا defect in pathway intrinsic or common. الشخص ده عنده مشكلة في الباسواي. التفسير ان البلازما للشخص السليم عوضت نقص الفاكتور، وبالتالي النتيجة طلعت طبيعية. طيب لو لقيت عندي برولونجد بي تي تي بعد ما عملت الميكسنج ستادي، قال لك هنا بقى المشكلة ان الجسم بيطلع انتي بوديز اللي موجودة ضد الفوسفوليبيد، وبالتالي هيحصل عندي برولونجد، يبقى هنا لوبس. اللي شرحته ده اسمه الميكسنج ستادي. دي كانت حلقة النهاردة في علاقة اللوبس انتي كواجلانت والبي تي تي. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، وهستنى رأيكم في الكومنتس. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس. باي.